هتقضي أجازتك الجاية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يبقى أكيد محتار ومش عارف تقرر ولا تختار. هتستمتع بأنهي أكتر وإنت في أمريكا، أورلاندو ولا لوس أنجلوس؟ لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. أورلاندو ولوس أنجلوس من أهم المدن السياحية الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الوجهات المحببة لمختلف السياح من مختلف دول العالم. خلونا نبدأ بمدينة أورلاندو. بتلقب مدينة أورلاندو بالمدينة الجميلة، فهي بزورها سنوياً أكثر من 26 مليون سائح تقريباً، وبتحتوي على أكثر من 100 بحيرة وأكثر من 100 متنزه، بالإضافة لحوالي 21 مركز ترفيهي تقريباً، بما فيهم مدينة والت ديزني المشهورة والمحببة لكل الزوار. وإحنا بننصحك بزيارة أورلاندو في فصول الربيع أو الخريف أو النص التاني من فصل الصيف، وكمان قوم بتخطيط مسبق لأهم المعالم والوجهات اللي محتاج تزورها، لأن مدينة أورلاندو بتتمتع بقدر كبير من الوجهات الترفيهية الجاذبة للزوار. ومن أهم المعالم دي منتزه المدينة العالمية The Universal، ودي من الوجهات العائلية المفضلة للأجواء الأسرية الحماسية، فهي عبارة عن منتزه مزود بملاهي ضخمة بتتناسب مع جميع أفراد العائلة، وإنت فيها هتستمتع بيوم كله مرح وإثارة، وهتكون أجمل الذكريات وسط أمتع المغامرات. فهي واحدة من أشهر المنتزهات الترفيهية والأعلى تقييماً في فلوريدا، بالإضافة لأنها حصلت على جوائز دولية لمجموعة المعالم السياحية. لما هتزور الحديقة هتلاقيها مقسمة ل8 مناطق مختلفة، بتشمل الجزر والمناطق دي عوالم سحرية مأخوذة من أروع الأفلام والروايات الخيالية زي هاري بوتر وجزيرة مارفل سوبر هيرو والقارة المفقودة. 2. متنزه ديزني لاند أرض العجائب، والمصنفة باستمرار بأنها أفضل مدينة ملاهي في العالم، وبتستقبل سنوياً حوالي 20 مليون زائر. بتنقسم ديزني لاند ل6 مناطق مختلفة، وهما أدفنتشر لاند أرض العجائب والمغامرة المناسبة لكل أفراد الأسرة، والمستوحاة من بيئة الأدغال والبراري اللي بتقوم بمحاكاة الواقع الافتراضي. منطقة فانتسي لاند، ودي أرض المهرجانات والكرنفالات والعروض المستوحاة من أفلام ديزني زي الأقزام السبعة وبيتر بان. منطقة فرونتير لاند أرض الحياة التقليدية المستوحاة من حياة الغرب الأمريكي. تومورو لاند أرض المستقبل اللي هتشوف من خلالها تطور المستقبل اللي كان موجود في خيال الجيل السابق لينا ب50 سنة. مين ستريت، وده القسم اللي بتتوافر فيه المتاجر والمطاعم والمقاهي وقلعة سندريلا المحبوبة. ثالث مكان تقدر تزوره معانا في أورلاندو استوديوهات المدينة العالمية The Universal Studios، ودي أحد أقسام متنزه المدينة العالمية. ألعابها ومغامراتها مستوحاة من هوليوود، ومش بس كده، ده انتوا كمان هتلاقوا فيها كل شخصيات الأفلام المحببة زي The Minion وسبونج بوب وهاري بوتر وغيرهم كتير. 4. مركز كينيدي للفضاء، وده واحد من أهم مناطق الجذب السياحي في المنطقة، بيقع على بعد 50 ميل من أورلاندو، وبيقدم عروض شيقة عن الفضاء من خلال المحاكاة لجهاز إطلاق الصواريخ وقاعة المشاهير من رواد الفضاء وقاعة 3D IMAX. 5. حديقة الألعاب المائية، ودي عبارة عن المجمع الأكبر من حدائق الألعاب المائية في أورلاندو. استمتع بكل لحظة انتعاش هتقضيها وسط المية اللي هتكون محوطاك من كل مكان حواليك وسط إطلالة شمس أورلاندو المنعشة، ده غير العديد من المدن الترفيهية الأخرى زي يونيفرسال وسي وورلد وغيرهم من المدن الترفيهية الممتعة. وبعد ما رحنا مع بعض لأورلاندو هنتوجه دلوقتي للوس أنجلوس، وهي من أشهر مدن أمريكا وواحدة من أهم مدن العالم كله. بتمتلئ المدينة بالعديد من المعالم السياحية والفنادق الراقية مع المطاعم المميزة، بالإضافة لأماكن التسوق الهائلة.
المدينة كمان بتضم العديد من المناطق الحيوية والوجهات الترفيهية والمعالم السياحية اللي بيتوجه ليها آلاف السياح سنوياً. ومن أهم المعالم دي منطقة هوليوود، ودي من أكتر الأماكن شهرة في المدينة ومن أفضل الوجهات الترفيهية اللي فيها هتقدر تقابل وتشوف شخصيات نجمك أو فنانك المفضل من نجوم هوليوود العالمية. من أهم الوجهات المميزة مسرح جرامانز شاينيز، واللي فيها تقدر تحط أقدامك على آثار أقدام العديد من أكبر نجوم هوليوود بوليفورد الشهير. 2. سانتا مونيكا، ودي بتكون من ضمن المناطق المفضلة عند السياح وواحدة من أشهر الأماكن السياحية في لوس أنجلوس، فهي ذات أهمية كبيرة لأنها بتتميز بمنتزه رائع مواجه للمحيط الهادئ وشواطئه ورياضاته وأجواءه المتعددة المرحة. موجود فيها واحدة من أهم المتنزهات الترفيهية اللي ظهرت في أفلام سينمائية متعددة، وهي حديقة باسيفيك بارك القديمة. 3. استوديو أفلام هوليوود، ودي من أفضل التجارب اللي ممكن تعيشها في لوس أنجلوس. هتقدر تقوم بجولة في أحد أشهر استديوهات هوليوود زي وارنر بروس أو يونيفرسال ستوديوز، فهتشوف مجموعات من التصوير وزخارف المسلسلات الأسطورية زي بيج بانج ثيوري and فريندز، أو أفلام عالمية زي باتمان وهاري بوتر. 4. وسط مدينة لوس أنجلوس، ودي المنطقة المالية للمدينة اللي بتحتوي على ناطحات السحاب الشاهقة وأهم الفعاليات والنشاطات، وبتعتبر وجهة مهمة من أهم الوجهات السياحية في لوس أنجلوس. فمن أبرز معالم وسط المدينة هو سيتي هول اللي ظهر في العديد من الأفلام زي فيلم سبايدر مان، وكان أول ناطحة سحاب في المدينة، وانت من خلاله هتقدر تستمتع بأجمل وأروع فيوهات على لوس أنجلوس. كمان من أبرز معالم وسط المدينة هو المبنى المذهل لقاعة والت ديزني للحفلات الموسيقية، وكاتدرائية سيدة لوس أنجلوس، ومركز الموسيقى أو بلازا أوليفر. 5. مرصد جريفيث، بيقع على قمة تل في جنوب هوليوود، وهو وجهة حالمة ورائعة للاستمتاع بأجمل اللحظات وأروع المشاهد وقت الغروب، ورؤية المدينة في المساء مضاءة بأروع الإضاءات وأجمل التزيينات الساحرة. بالإضافة لأن المرصد بيحتوي على حديقة كبيرة بتقع بجواره، وهي وجهة مثالية للتمشية والتنزه والابتعاد عن الدوشة والإزعاج مع الاستمتاع بلحظات من الهدوء والاستجمام. بكده نكون زرنا مع بعض 2 من أجمل المدن السياحية في الولايات المتحدة الأمريكية. يا ترى قررتوا هتزوروا مين؟ أورلاندو ولا لوس أنجلوس؟ ولا هتزوروهم هما الاتنين؟ هنستناكم تكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واستنونا في حلقة جديدة من حلقات منفيس.